اخوة الاخوات، نتمنىو كاملين تكونوا بخير. الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف، غادي نناقشوا فيه جوج ولا ثلاثه ديال النقاط بشكل سريع. بالنسبه للنقطه الاولى، من بعد الاقصاء ديال المنتخب الوطني في كاس افريقيا والخروج المبكر عكس التوقعات، شفنا جوج ديال الاطياف اولا جوج ديال الاصناف ديال الناس. من بين مؤيدين ديال الرحيل ديال الناخب الوطني وليد الركراكي، وكاين ناس وحدين اخرين اللي كيطالبوا بالبقاء ديالو. بالنسبه لي انايا ما كرهتش انه يدير واحد الجلسه مع وليد الركراكي، ترسم واحد خريطه طريق مستقبليه للمنتخب الوطني، وكذلك يجب المحاسبه على الفتره السابقه نظرا لبزاف ديال الحوايج، سواء في اختيارات ديال المدرب واللاعبين اللي عيط لهم والاخطاء اللي تداروا، ويتم التقييم ديال الفتره السابقه. وكاين الناس كذلك اللي كيطالبوا بالرحيل ديال وليد الركراكي لأسبابهم الخاصة، بحال مثلا كيقول لك هو ديجا صرح لقناة أجنبية أنه في حالة ما وصلناش للدومي فينال ديال كوب دافريك غادي يقدم استقالة. كاين الناس اللي كيقول لك ما عيطش على هاد اللعاب، اولا ما عيطش على هاد اللعاب، اولا ما عيطش على هاد اللعاب. يعني كل واحد والاسباب ديالو الخاصة، اولا اللي كتعتمد على الرؤية ديالو الخاصة للموضوع. شاركونا الرأي ديالكم بالنسبة لهذا الموضوع هذا، قولوا لنا في التعاليق واش بغيتو الوالد يبقى او لا يمشي. ندوزو للموضوع الثاني اللي هو كوبا امريكا، اولا الدعوات ديال المنتخب الوطني للمشاركة في كوبا امريكا اللي غادي تكون في الولايات المتحدة الامريكية في شهر 6. هذا الموضوع هذا خالي من الصحة، نظرا ان كوبا امريكا ديجا تحطوا جروبات وعرفنا شكون اللي غادي يكونطري شكون وشكون اللي غادي. كما كتشوفوا قدامكم دابا هادو هما المجموعات ديال كوبا امريكا، جروبات ديجا تحطوا، يعني بحال شدينا شي مجموعة في كوب دافريك وحيدنا حيديا غينيا ودخل المغرب، فهمتي؟ يعني شي حاجة اللي لوجيك ما يمكنش. يعني هذا الموضوع هذا غنساوه، وغير اخبار كاذبة ما عرفناش المصدر ديالها. هادشي ما منه والو. بالنسبة للموضوع الثالث اللي هو الجيران ديالنا، الجيران ديالنا هاد الايامات شفنا بزاف احتفالات من بعد الاقصاء ديال المنتخب الوطني. تم مجموعة ديال الناس اللي خرجوا يحتفلوا بطريقة هستيرية، ها الفلام، ها اللي كيحرق التونية، ها اللي كيحرق الدرابو، هجوم على الصفحات، المغربية منهم القناة ديالنا نيت. يعني الا مشيتو شفتو في لي شورتس غتلقاو 90% ديال الناس اللي كتفرجوا فيهم او الناس اللي كومونطاو راه تلقاهم جزائريين. ما فهمتش هاد الناس شنو عندهم في دماغهم، ما عرفتش هاد الناس هادو الهدف ديالهم من هادشي. واش واش الشعب الجزائري كله داير بحال هكا؟ واش كلهم دايرين بحال ما هكا او لا؟ كاين ناس مسيرين من طرف وحدين اخرين ما عرفناش. ماشي بالنسبه للشين ديالنا بوحدها، مي الرياكسيون ديالهم على المواضيع اللي كتعلق ببلادنا، سواء في الرياضه سواء في مجالات وحده اخرى. اي انتكاسه كيتسناو، اي انتكاسه للمغرب، سواء المنتخب المغربي او لا المغرب بلادنا، باش يفرحوا. ما كي الانسان ما بقاش كيشوف ان بلادو شنو خاصو او لا شنو التحديات اللي تابعاه، ولا كيشوف المغرب شنو اللي حقق شنو اللي ما حققش، باش اللي غادي يخليه يشوف راسو واش غيكون فرحان ولا غيكون مقلق. حنايا من ديما ملكا وشعبا كنا كنمدو يد العون، او لا كانت ديما ممدوده ليهم يد العون، سواء خطابات ديال الملك نصره الله اللي كان ديما كيدعو للجلوس وتخطي هاد الازمه هادي، وتخطي هاد النزاعات الخاويه. هادوك الناس كنا كنتعجبوا للناس اللي شادين ديك البلاد مخزن، تبعهم الشعب حتى هو. كنا كنقولوا غير واحد الفئه من الشعب وفئه واحده اخرى مزيانه. انا شخصيا ما بقاش كيتبان لي حتى شي فئه فيهم باقا مزيانه، فسود الكل. الله يحفظنا من هاد الناس هادو. هادشي اللي كاين الاخوه الكرام. حاولنا نطلعوا نناقشوا
جوج النقاط هادو اولا ثلاثة النقاط اللي كانوا. ما تنساوش ديروا لنا جيم وابوني. الى الحلقة القادمة ان شاء الله.